في وسط البحر كانت في جزيرة. الجزيرة دي محدش كان بيعرف ايه اللي بيحصل جواها. كان بيزورها أغنى وأنفذ شخصيات في العالم، بس كان في سر مظلم محدش كان يجرؤ يتكلم عنه. ناس اختفت وأسرار اتدفنت، والقصة دي غيرت العالم كله. استعد عشان تعرف الحقيقة. عمرك سمعت قبل كده عن جزيرة صغيرة موجودة في وسط البحر، مش موجودة على الخرائط السياحية، ومحدش كان يقدر يدخلها غير ناس معينين بس؟ الجزيرة دي مش كانت مكان للراحة، ومش كانت مصيف للأغنياء. دي كانت مكان بيقولوا إنه كان بيحصل جواه حاجات لو اتكشفت كلها ممكن تهز العالم كله. النهاردة هنحكي قصة واحد من أغنى وأغمض رجال الأعمال في العالم. الراجل اللي كان عنده طيارة خاصة وعنده علاقات مع أكبر سياسيين ومشاهير العالم، وفي النهاية اسمه ارتبط بأخطر قضية استغلال بشر في التاريخ الحديث، قصة جيفري إبستين وجزيرته الغامضة. الغريب في قصة إبستين إن محدش كان عارف بالظبط هو بيكسب فلوسه إزاي. كان بيقول إنه بيستثمر أموال الأغنياء وبيدير ثروات نخبة العالم، بس محدش كان شايف شغل واضح ولا شركات كبيرة باسمه. ورغم كده كان عايش حياة فخمة جدا، قصور، طيارات خاصة، وعلاقات مع رؤساء وملوك وفنانين عالميين، وكأنه كان مفتاح لعالم سري محدش بيشوفه غير النخبة بس. جيفري إبستين اتولد سنة 1953 في أمريكا، وكان عايش في أسرة عادية جدا، ومحدش كان يتوقع إن الولد ده هيبقى في يوم من الأيام واحد من أغنى وأكثر الناس نفوذ في العالم. إبستين ما كانش عنده شهادة جامعية كاملة، ورغم كده اشتغل مدرس في مدرسة نخبوية. وهنا كل حاجة ابتدت تتغير. بسبب علاقاته قدر يدخل عالم المال والبورصة، وفي وقت قصير جدا بقى ملياردير. إبستين كان عنده طيارة خاصة، الناس سموها بعد كده طيارة لوليتا. الطيارة دي كان بيسافر بيها مع شخصيات كبيرة جدا، وكانوا بيروحوا مكان واحد بس، جزيرة صغيرة في جزر العذراء الأمريكية. الجزيرة دي كان اسمها ليتل سانت جيمس، بس الناس بعد كده بدأت تسميها جزيرة الرعب. سنة 2005 واحدة من الضحايا قررت تتكلم، وقالت إن إبستين كان بيستدرج بنات صغيرين بوعود بفلوس أو شغل أو حياة أحسن، وبعد كده كان بيخليهم يسافروا معاه الجزيرة. وهنا بتبدأ الكوابيس. الجزيرة دي كان ممنوع أي حد يقرب منها، حراسة مشددة، كاميرات في كل مكان، وعمال ممنوع عليهم يتكلموا عن أي حاجة بيشوفوها جوه. وكان فيها قصر ضخم ومباني غريبة، وفي أعلاها مبنى شبيه بالمعبد. لحد النهاردة محدش عارف كان بيحصل جواه إيه بالظبط. مع الوقت زاد عدد الضحايا، وبدأت تظهر اتهامات إن إبستين ما كانش لوحده، كان في شبكة كبيرة مكونة من شخصيات نفوذ عالي جدا، ناس ممكن تكون شفتها على التلفزيون أو سمعت أسمائها قبل كده، بس معظم الأسماء دي فضلت سر لسنين طويلة. بعد ما خرج رجع يعيش حياته عادي جدا، سفر، حفلات، وعلاقات مع نخبة العالم، وكأن مفيش جريمة حصلت أصلا. بس القصة ما كانتش خلصت، دي كانت بس الهدوء قبل العاصفة الكبيرة.